يا سيدي كفاية بقى، يا ستي كفاية بقى، يا جماعة كفاية بقى. كام مرة وقفت قدام المراية وسألت نفسك نفس السؤال اللي بيوجع ده؟ ليه أنا دايما بتعلق بالناس الغلط؟ كل ما تقول أنا اتعلمت خلاص المرة دي غير، بس بتلاقي نفسك بتكرر نفس الغلطة، وللأسف نفس المشكلة تاني بتحصل. شخص بيستهلك طاقتك، بيغير عليك بجنون، مش متعلق بيك زيك ولا حتى بيبادلك نفس المشاعر، بيستغلك، مش مقدر قيمتك، او حتى صداقة بتبقى انت فيها الشخص الوحيد اللي مسميها صداقة. الناس بتفتكر ان ده سوء حظ وان الدنيا مش ماشية معاهم في علاقاتهم كويس. انا بقول لك لا، الموضوع كله متعلق بثلاث غلطات منطقية عقلك بيوقعك فيهم بالغصب وانت مش حاسس. لو فهمت اسباب الثلاث غلطات دول هتلاقي فلتر العلاقات بتاعك اتغير وهتوصل للحل. اهلا بيكم في فضفضة مع ابراهيم، ويلا بينا نشوف حكاية يوسف عشان نعرف بالظبط ايه اللي بيحصل معانا وبيخلينا نتعلق بالاشخاص الغلط. يوسف كان مهندس ديكور، مش بس اي مهندس، كان تخصصه ترميم البيوت القديمة. كان عنده غرام غير طبيعي بالحاجات المكسورة، الحيطان اللي قشرتها واقعة، الشبابيك اللي مفصلاتها مصدية. كان دايما بيقول لاصحابه الجمال مش في الحاجة الجديدة اللي بتلمع، الجمال في الحاجة اللي شافت ايام كتير صعبة ولسه واقفة زي ما هي ومحتاجة بس حد يطبطب عليها عشان ترجع تنور. يوسف ما كانش عارف ان فلسفته في الشغل هي مأساته في الحب. قابل سلمى ما كانتش بنت عادية، كانت زي الإعصار بتدخل المكان وتقلبه. صوتها عالي، ضحكتها بتخطف القلب، بس عينيها فيها حزن غريب. سلمى كانت مشروع ترميم مثالي بالنسبة ليوسف من أول قعدة معاها. سلمى قالت له جملة واضحة وصريحة: يا يوسف، أنا شخصية مودية وبزهق بسرعة وما بعرفش ادي حد ضمانات، انا باذي اللي بيقربوا مني. اي شخص عاقل كان هيمشي، كان هيقول شكرا على الصراحه ويشوف حياته. بس يوسف لا، يوسف سمع الجمله دي كانها نداء استغاثه. عقله الباطن ترجمها: انا مجروحه ومحتاجه حد يستحملني، لو انت استحملتني هحبك حب مالوش مثيل. وبالمناسبه دي على فكره غلطه كبيره وكلنا بنقع فيها بدون ادراك، وهي اننا بنشوف التحذير على انه تحدي. العلاقة بدأت ويوسف كان فاكر ان الحب ولع في الذرة، مكالمات بالساعات، خروجات مجنونة، رسايل حب في نص الليل. يوسف كان حاسس انه مالك الدنيا. بس بعد شهرين بس بدأت الدوامة. سلمى بدأت تختفي باليومين، ما بتردش، وبعدين ترجع بلهفة وكأن مفيش حاجة حصلت. مرة تبقى حنينة جدا ومرة تبقى باردة زي التلج. يوسف بقى عايش في حالة تأهب في دماغه بقت عبارة عن رادار شغال 24 ساعة بيحلل بس تصرفاتها. هي ردت بكلمة واحدة ليه: أكيد أنا عملت حاجة غلط. لا، دي نزلت ستوري بتضحك، ده كده كويسة بس مش عايز تتكلم معايا. في علم النفس ده اسمه التحفيز المتقطع، زي القمار بالظبط. لو المكنة بتكسبك كل مرة هتزهق، ولو بتخسرك كل مرة هتمشي، لكن لو بتكسبك مرة عشوائية كل 10 مرات خسارة هتفضل قاعد قصادها العمر كله مستني المرة دي. يوسف ما بقاش يحب سلمى، يوسف بقى مدمن للحظات الرضا النادرة اللي سلمى بتديها له وسط أيام من التجاهل. وفي يوم يوسف كان قاعد مع صاحبه خالد ده كان الشخص اللي بيشوف الحقيقة من غير زواق. يوسف كان منهار عشان سلمى بس سابته، واقف في الشارع ساعة وهي ما جاتش في ميعادهم، وبعدين قفلت تليفونها واختفت. يوسف قال لخالد: انا مش فاهم هي بتعمل كده ليه، انا بضحي عشانها بكل حاجة، انا بصلح كل حاجة بتبوظها هي في حياتي، هي ليه مش شايفة ده؟ خالد بصله بهدوء وقال له جملة نزلت زي الصعقة عليه: يا يوسف، انت مش بتدور على الحب، انت بتدور على المألوف بالنسبة لك. يوسف استغرب وقال له: مألوف ايه وملفوف ايه؟ بقول لك دي بتعذبني يا خالد. خالد كمل وسأله: ابوك كان بيعاملك ازاي وانت صغير؟ يوسف سكت، رجع بذكرياته لورا. ابوه كان شخص صعب الارضاء جدا، عشان ابوه يبتسم له نص ابتسامه كان لازم يبقى مثالي عشان ياخد فتفوتة اهتمام. يوسف كبر وهو متبرمج على معادلة واحدة بس: الحب بيساوي مجهود شاق ومعاناة لا تنتهي عشان ترضي شخص صعب الارضاء. يوسف سأل خالد وعينه بتدمع: طب اعمل ايه؟ انساها ازاي؟
خالد رد بهدوء أشبه بالبرود: الزمن ينسينا ما نحب، مش انت اللي هتنسى. يوسف قال له: قد كده قلبك جامد يا خالد؟ خالد برق له وقال: أنا طول عمري بحب بعقلي مش بعواطفي. يوسف انفجر بعياط وقال: هو ايه الفرق ما بين العقل والعواطف؟ خالد رد: لا طبعا يا حبيبي، في فرق كبير قوي يا يوسف. إذا حبيت بعواطفك هتصادفك خيانة وخداع. يوسف سأل وقال: طب لو حبيت بعقلي؟ خالد رد: مش هتصادفك حاجة من دي أبدا وهتعيش مرتاح. يوسف لو كان قابل واحدة طيبة بتحبه بوضوح ومتاحة على طول معاه، يوسف بيزهق، بيحس إن مفيش كيمياء. ليه؟ لأن جهازه العصبي مش متعود على الهدوء، هو متعود على القلق، وهو بيترجم اللهفة والقلق والخوف على انهم شغف وحب، بس هم في الحقيقة صدمة قديمة بتعيد نفسها. احنا بنتعلق بالناس الغلط عشان بيفكرونا بجرح قديم مفتوح، وبندخل العلاقة دي واحنا عندنا امل طفولي اننا ننتصر. يوسف كان بيحاول يخلي سلمى انها تحبه عشان يثبت لنفسه والروح ابوه اللي عايشه معاه انه يستاهل الحب. الموضوع وصل لقمته واخره لما يوسف تعب ودخل المستشفى يعمل عمليه الزايده. عمليه بسيطه بس كان محتاج حد جنبه. بعت لسلمى، شافت الرساله وما ردتش. تاني يوم شاف صورها مع أصحابها في الساحل. في اللحظة دي وهو راقد على سرير المستشفى والمحلول في إيده، يوسف ما حسش بغضب، يوسف حس بفراغ. أخيرا الغشاوة وقعت وأدرك إن هو بيجري ورا سراب، وهو مش بيحبها هي شخصيا، هو بيحب الصورة اللي رسمها ليها في خياله، هو بيحب احتمالية إنها تتغير. خرج يوسف من المستشفى وقرر ياخد أصعب قرار في حياته: الانسحاب الصامت. لا عتاب، لا خناق، لا بلوك، بس بطل يبادر أو يرد لو هي بعتت له. واكتشف الحقيقة المرة: لما بطل يجدف المركب وقف. العلاقة كانت قايمة كليا على مجهوده هو بس. مرت شهور صعبة جدا. يوسف كان بيحس بأعراض انسحاب حقيقية، كان بيفتح البروفايل بتاعها 100 مرة في اليوم، كان بيحلم بيها. كان في صوت في دماغه بيقول له: يمكن لو كنت صبرت شوية كانت اتغيرت عشانك. بس المرة دي يوسف قرر يتعالج من جوه لأنه خلاص بقى مدمن. راح لثيرابيست وبدأ يفكك العقدة. فهم إننا بننجذب للناس الغلط بسبب 3 أسباب رئيسية. بنعيد نفس الفيلم بالمختصر كأنه طفل عنيد مصمم يعيد اللعبة اللي خسر فيها زمان عشان يكسب المرة دي. لو انت صغير كان عندك أب أو أم بعيد عنك عاطفيا، او كان حد فيهم قاسي، او كان حد فيهم مشغول دايما، الطفل اللي جواك بيحس بالعجز، بيحس انه فشل ان يخلي الشخص ده يحبه. لما بتكبر بقى عقلك مش بيروح للشخص اللي جاي وبيحبك جاهز، لا، هو بيدور لا اراديا عن نسخة من امك او ابوك، نفس البرود، نفس الاهمال، او حتى نفس القسوة. طب ليه بنعمل كده؟ عشان عندنا امل وهمي اننا ننتصر المرة دي. بنقول لنفسنا من غير وعي: زمان وانا صغير ما عرفتش اخلي بابا يهتم بيا، بس دلوقتي انا كبرت وهقدر اخلي الشخص البارد ده اللي شبه بابا يحبني ويموت فيا. انت مش بتدور على حبيب، انت بتدور على فرصة تانية لتغيير نهايتك القديمة. وعشان كده الشخص ده لما بيوجعك انت بتتمسك بيه اكتر، لانك لو سبته كأنك خسرت اللعبة للمرة التانية. السبب التاني: بنقبل بالحب اللي على قدنا. بالمختصر، لما بتشوف نفسك قليل بتخاف من الحاجة الغالية وتشك فيها، وبترتاح للحاجة اللي مرمطاك عشان دي اللي لايقة على نظرتك لنفسك. لو جواك صوت بيقولك انت فيك عيوب كتير، انت مش جذاب، انت ممل، وجالك حد بيحبك بوضوح بيديك اهتمام كبير من غير مقابل، هتحس بايه؟ مش هتحس بفرحة، هتحس بقلق او شك. اكيد هو ما يعرفش لسه حقيقتي، ولو عرف هيسيبني، او اكيد بيضحك عليا. الحب السهل بيحسسك انك نصاب. ليه بقى بنروح للي بيأكد لينا ان احنا مش كفاية؟ لما بنقابل شخص بيعاملك وحش، بيتقل عليك، او بيحسسك انك لازم تبذل مجهود خرافي عشان بس يرضى عنك، هنا شيطانك بيرتاح. تصرفاته دي بتعمل تطابق مع الصوت اللي جواك. ايوه كده يا وديع، كده صح، اهو بيعاملني وحش عشان انا فعلا وحش واستاهل المعامله دي. الانسان للاسف بيفضل ان هو يطلع صح حتى لو ده بيوجعه على انه يواجه المجهول. السبب التالت: الخوف من العلاقات والمشاعر الحقيقيه. بالمختصر، هو الجري ورا سراب بقى بالنسبه لك اسهل بكتير من انك تقف وتخلي حد يشوفك على حقيقتك. عريان نفسيا، دي اعقد نقطه بقى. يوسف
او اي حد فينا بيعتقد انه بيموت في الحب وعايز يقرب، بس الحقيقه انه بيختار ناس مش متاحه، متجوزين، مسافرين، او عاطفيا مش موجودين. ليه؟ لان طول ما الشخص التاني بيجري وانت بتجري وراه مفيش لقاء حقيقي بيحصل. العلاقه بتفضل واقفه في مرحله المطارده. يعني ايه بقى الكلام المجعلص ده؟ الحب الحقيقي مرعب. الحب الحقيقي معناه انك تقعد قدام حد تنزل دروعك وتوريه ضعفك وخوفك وشكلك وانت لسه صاحي من النوم وعيوب شخصيتك، وتديله الفرصه انه يقبلك او يرفضك. دي بقى اللحظه اللي انت بتعري فيها نفسك، بتعري فيها نفسك بطريقه مرعبه، مش جسديا بس نفسيا. انت لا اراديا بتختار الشخص المستحيل. ليه؟ عشان ده بيديك عذر مثالي. طول ما انت بتجري وراه وهو رافض، انت مشغول بازاي اجيبه ومش مشغول بانه لو قرب مني يا ترى هيقبل عيوبي. انت بتستخدم وجع الرفض كدرع بيحميك من رعب القرب. انت بتشتكي انه بعيد بس من جواه انت هتبقى مرعوب لو قرب بزياده. وبكده نكون فهمنا الاسباب. تعالوا بقى نكمل حدوته يوسف لانها لسه ما انتهتش. وبعد سنه يوسف كان واقف قدام بيت قديم تاني بيشرف على ترميم، بس المره دي كان بيتعامل مع البيت بقى بطريقه مختلفه. كان في حيطه مايله وقايله للسقوط. زمان كان يوسف هيحاول يسندها ب100 عمود عشان ما تقعش. يوسف امر العمال انهم يهدوا الحيطه دي تماما، وقال لهم الاساس البايظ ما ينفعش نبني عليه، لازم نهد عشان نبني على نضيف. وفي نفس اليوم قابل بنوته زميلته في الشغل، كانت هاديه واضحه، ولما بتقول كلمه بتقصدها. يعني مفيش العاب، مفيش الغاز، مفيش حرق الدم. يوسف ساعتها ما حسش بالشراره المجنونه اللي حسها مع سلمى، حس بحاجه تانية خالص، حس بالامان. وفي الاول كان خايف ومستغرب الهدوء ده، بس المرة دي هو فاهم الدرس. الحب الحقيقي مش نار بتحرقك، الحب الحقيقي هو الدفى اللي بيطمنك. وعرف اننا بنبطل نتعلق بالناس الغلط لما بنبدأ نحب نفسنا صح، لما نصدق ان احنا نستاهل الحب ده من غير ما نحارب، ونستاهل نلاقي حد يكون موجود عشاننا مش حد بنترجاه يوصلنا. القصة دي بتقول لنا اننا بنتعلق بالناس الغلط عشان بندور على المألوف حتى لو كان مؤذي، بنخلط ما بين القلق والحب، عايزين نثبت لنفسنا اننا نقدر نصلح الشخص ده، اننا مدمنين لطلعات ونزلات الدوبامين في العلاقات الغير مستقرة، بنخاف من الحاجة النظيفة عشان حاسين اننا ما نستاهلهاش، فبنرضى بالمرمطة عشان ده مقامنا في نظر نفسنا، بنعمل دوشة وجري ومطاردات عشان خايفين نقعد ساكتين وحد يشوفنا بجد من غير تجميل. الحل بيبدأ لما تكسر الدايرة دي وتقبل بالملل الصحي بتاع العلاقات الآمنة المستقرة. الخلاصة، لو عايز تبطل تتعلق بالناس الغلط ركز على جملة واحدة: أنا مش مسؤول عن إنقاذ حد، أنا مسؤول عن اختيار حد يحترمني ويزودني. وعشان تغير الفلتر بتاعك اللي بتختار بيه علاقاتك لازم تسأل نفسك 3 أسئلة بسيطة جدا قبل ما تاخد الخطوة الجاية. السؤال الأول: هل الشخص ده بيضيف لحياتي ولا بيستهلك مني وبس؟ السؤال التاني: هل الشكل ده من العلاقات بيفكرني بحاجة مؤذية حصلت ليا زمان؟ السؤال التالت: هل أنا خايف إن أكون لوحدي؟ لو سبت الشخص ده دلوقتي لازم تفتكر دايما وتبقى متأكد وعارف إنك مش بتتعلق بالناس الغلط، انت بتتعلق بالصورة اللي بتتخيلها لنفسك وانت معاهم. ارفع قيمة نفسك وساعتها فلتر الاختيار بتاعك هيتغير لوحده. ودلوقتي بقى انا مستني فضفضتك معايا. عندك حكاية، عندك سؤال عن مشاكلك في علاقاتك او حياتك، اكتب لي في الكومنتات وممكن تكون الإجابة على سؤالك في الحلقة الجاية. وشكرا لمشاهدتكم.